والآن إلى مشهد مؤسف من مسجد قصر الحاج بمنطقة أوغزوت ولاية تيميمون. تشارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع توثق مشهدا محزن وكذلك غير مألوف في أحد بيوت الله، وذلك في مسجد قصر الحاج بمنطقة كما سبق وذكرنا أوغزوت التابعة لولاية تيميمون، حيث كان شجار عنيف وأصوات عالية بين المصلين والإمام. كذلك تداولت العديد من الفيديوهات ونحن رصدنا واحد منها نشاهد. وفقا للمعلومات المتداولة فإن الحادثة تعود إلى خلاف قائم بين الإمام وبعض المصلين، فيما ننتظر تأكيد المعلومات من مصادر رسمية. بيوت الله للصلاح ولا تحتمل الفتن، نرجو تغليب العقل والحكمة وفصل المشاكل الشخصية عن أماكن العبادة. مشاهدينا وإياكم إلى كيف علق متتبعي السوشيال ميديا. لا حول ولا قوة إلا بالله، المسجد تحول إلى مسرح للصراع، الله المستعان. وثاني تعليق معنا: لا يجوز تصرفات مثل هكذا داخل بيت الله، الله يهديكم حتى حرمة المساجد وانتهكت.